ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم ان انا جبت طماطم. هتقولي جبت طماطم، هي الطماطم رخيصه؟ هقول لكم بصراحه، اي حاجه في البيت حلوه. ان شاء الله يا رب الواحد ما يجيبش كميه منها، بس بصراحه اي حاجه في البيت حلوه. والطماطم دي اكتر حاجه كانت مسهله عليا امري. على فكره الموضوع مش موضوع ان انت بتسهلي عليك الاكل والشرب بس، ولا هو الحاجه مثلا رخيصه فانت بتروحي توفري وبتكتري. هو خير في بيتك، هو خير في بيتك. تعالوا اوريكم بقى الطماطم. عايزه اقول لكم الكيلو ب10 جنيه في كل حته. بس لقيت عربيه واقفه بتقول ايه ان هي يعني هو اللي يعبيلي ب7.5. انا هنقي ب10 جنيه. فحسيتها بصراحه مفيهاش اي حاجه خالص، وقلت ايه المشكله لما يعبيلي. فعبالي 8 كيلو وفعلا حلوين. حتى لو في حاجه برتقاني كده، قطيه برتقاني مصفره مش عارفه ايه، انا بحط كده كده بنجر، فالبنجر ده بيحمرها لي اصلا. والورق العنب عايزه اقول لكم بيباع بكذا ذمه، بكذا ذمه. الورق العنب يعني كنت سأل عليه ب120 جنيه، جيت سألت عليه تاني وكلهم جنب بعض، يعني كل اللي بتوع الورق العنب جنب بعض. جيت سألت عليه تاني ب80 جنيه، يعني ب80 وب120 وب110. لقيت بقى واحدة برضو جنبهم، قاعدة جنبهم، معرفش ازاي يعني هما بيبيعوا جنب بعض كده وكل واحد بذمة. ب50 جنيه. يعني الورق العنب اللي انا جايباه دوت قالت لي ب60. فرحت ماشيه وسايبها، راحت قالت لي تعالي طب خدي ب50. فخدت منها كيلو. محدش يقول لي ده مضروب، انه مش مضروب خالص، وحلو والورقه ناعمه ومش خشنه. الا الورق العنب ده بالذات انا بعرف فيه. الورق العنب اللي هو الاخضر اللي مليان عروق ده، الناشف تحس الورقه كده خشنه، اوعي تفكري تجيبيه، اوعي تفكري تجيبيه. دوت ورقته ناعمه وصفرة وجميله. رحت جبت كيلو ب50، وجبت 8 كيلو. الكيلو على 7.5، التمانية ب60. عايزة اقول لكم الحاجات دي جميلة جدا. وجبت نص كيلو بنجر ب20 جنيه. ماشي ماشي. انا عايزه اقول لكم ان انا طول عمري من حلم حياتي ان انا اجيب فريزر، اللي هو الديب فريزر ده من حلم حياتي من زمان وانا نفسي فيه. وكل ما كنت اقول لجوزي اجيبه يقول لي ايه، يقول لي هنحط فيه ايه عشان هو شغله اليوم بيوم ومش بنقبض بالشهر. يقول لي ده عايز ناس اللي هم بيقبضوا مرتبات بالشهر، هنعمل بيه ايه، ملهوش لازمه، ملهوش عايزه. يعني احنا بنجيب يعني مثلا ايه اللي يشتغل بيه، نجيب ناكل ونشرب بيه وقضينا يومنا وخلاص. فانت هتجيبي حاسه ان هو هيجي بخيره والله العظيم وحياة ربنا. يعني مثلا مرة الطماطم ترخص اروح اجيب لي 5 6 7 كيلو طماطم. الليمون اديكوا انتوا شايفين دلوقتي كيلو الليمون ب100 جنيه. ساعات بيبقى الكيلو ب10 جنيه، اروح اجيب لي 3 4 كيلو. هتقولي يعني انت هتملي اللي هتجيبي دي فريزر مخصوص على مخصوص علشان تجيبي آه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، علشان تجيبي طماطم وتجيبي ليمون ومش عارفه ايه طب ما ده كله خير. اجيب بصل رخيص افرمه وحطه في الفريزر. التوم اهو لسه جايباه وحطه في الفريزر. بسله رخصت، فهمتوا قصدي. والقاس كل ما الاقي حاجه مثلا رخيصه او كده اجيب واعمل. والله العظيم ما سكتش غير لما جبت فعلا الديب فريزر ده، جايباه من قبل رمضان. عايزه اقول لكم وحياه ربنا مش عايزاه يبقى فاضي، او ما باجيش على جوزي او ما باجيش على نفسي. بس كل ما اجمع كده قرشين اروح جايبه نازله كده جايبه ايه شويه حاجات وحطاه. والله العظيم كل حاجه بتيجي بخيرها وكل حاجه بتيجي برزقها. استنى بس اقول لكم عملت ايه الاول. مسكت القوطه غسلتها، على فكره ما كانش فيها حاجه وكانت نضيفه وجميله. قلت لكم كان فيها مثلا طماطمايه كانت مصفره ولا حاجه، بس الصلصه حمراء وزي الدم. عايزه اقول لكم حطيتها على قطعتها وشفتها طبعا من نصها كويس وفتحتها من النص. وبعد كده هو رحت حاطه عليها البنجر، وبعد كده حطيت عليها معلقتين سكر كبار. وبعد كده ايه سبتها تتسبك كده ايه مع نفسها على نار هاديه. بعد ما خدت غلو حطيتي ميه؟ لا ما بحطش ميه، هي بتنزل ميتها لوحدها. ما بحطش ميه خالص. في الاول بعلي وبعد كده بوطي عشان ما تشتش. والسكر ماده حافظه ليها، بس ما بحطش اكتر من كده. والبنجر انا ما بضربوش فيها، انا برجع اطلع البنجر مثلا لو في واحده ولا حاجه اتضربت معاه ما فيش مشكله. اكتر من كده
ما بكترش، عشان البنجر ما بسيب الحاجه بتغير من طعمها. عملوا لي كام كيس بقى؟ 8 كيلو، عملوا لي 12 كيس، 12 كيس صلصه. والله العظيم كل حاجه حلوه في البيت، كل حاجه الحمد لله. والبنجر خدت منه كام حته حطيتهم للطماطم، وبقيتهم رحت مقطعهم تقطعات عشوائيه كده وحطيتهم في كيس وحطيتهم برضو في الفريزر. هعمل فراولة هطلع منهم حتتين وهضربهم في الخلاط. جبت طماطم تاني هعمل واحطه. فقصدي يعني من الفيديو كله ان اقول لكم ان كل حاجة برزقها، كل حاجة برزقها. ولو على الراجل هو مش عايز يجيب حاجة خالص، اقسم بالله على اي راجل عامة مش عايز يجيب اي حاجة ببيته خالص. واحنا لو اتكلنا عليهم فعلا مش هنجيب حاجة. ما